اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضرب في المليان. خناقة، ومش اي خناقة، وبين مين؟ سيادة المستشار قصاد المحكمة وبين مشجع زملكاوي عشان نتكلم معاه دقيقة. كان في خناق وتشابك وموال سعادتك، لكن في البداية لايك وشير واشتراك في القناة علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد. نشوف الفيديو ونرجع عشان نرد عليه. كده معاك. معلش يا معالي المستشار، طب بعد اذن الناس بس يعني. اتفضل يا مستشار، اتفضل يا مستشار، كمل. تم تقديم بلاغ النهارده؟ هو شغل ماشي. بعد اذن الناس معالي المستشار، احنا من دقيقتين بالظبط. شايف العصفوره دي؟ معلش يا معالي المستشار، انا اسف. انا واحد من جمهور الزمالك من اول ما وعيت. لا انا ما بسمعش كده. تمام. طب انا بس هم كلمتين حضرتك من شويه دلوقتي. لا من فضلك، انت صحفي؟ لا انا مش صحفي. اتفضل مع المستشار، الشركه. انسى. لا انا مش فلان. لا يا معالي المستشار، بعيد يا عن ابني. فلان. لا انا في النادي هناك. لا يا ابني اسمع بس. تمام اتفضل. ده صحفيين تحت فوق دماغي حضرتك. انا اسف. انا واحد من هو شكلك جاي. نعم. واحد من اللي بيتحرق دمهم بسبب نتائج الفريق. بسبب نتائج الفريق. مين بقى السبب؟ انا؟ احنا انا بسألك سؤال. يا معلم المستشار، بسألك سؤال جاوب. اتفضل. انا؟ ما هو انا جاي مدير فني اعلى مستوى. ثانية واحدة. واحنا اللي طلبنا الجماهير. لا ثانية واحدة. طلبنا المدير الفني. انت لا ثانية واحدة. تمام. اقول لك عملتوا ايه؟ انت جمهور حقيقي ولا من؟ لا ده انا من تعالى هنا قدام، تعالى هنا جنب تعالى هنا عشان يبقى قدام الكاميرات. انا محامي برضه يعني. انا خليك جنبه بقى علشان الكاميرات تجيب. لف الناحيه الثانيه. هات وشك. هو جاي لي بقى كويس. اتفضل. تمام. مين اللي قاعد؟ فريرة. احنا اللي قلنا فريرة من قلب المدرج. انت بتزق ليه؟ طيب بتزق ليه؟ تمام. مين اللي قال ان الراجل ده خرف يمشي؟ انتوا. مين اللي لما جه اسامه نبيه والراجل قاعد خلاص، اول ما اسامه نبيه نزل الماتش وانتوا رجعوا لنا فريرة وانتوا ناسيين؟ ثانيه واحده. مين اللي اسمع، مين اللي مشى محمود علاء وقعد يهتف ضده ويشتمه؟ انتوا. لغايه ما الواد مشي. مين اللي مشى اوباما؟ انتم. خلاص ما اعرفش كجمهور. ثانيه واحده. اتكلم بقى بصراحه. تمام. احنا بنخاف على الزمالك، احنا اهلاويه بنخاف على الزمالك برضه. ثانيه واحده يا بيه. انتوا اللي بتعملوا كل ده، لكن الجمهور الحقيقي لا عارف ايه اللي بيحصل. دي فئه معينه. انا بقول لك عايزين فريرة جبنا، لا ده خرف. تمام. اتشتم الراجل وبعدين عملنا صور باعلام ليه. خلاص اول ماتشين اتغلب فيهم مشي فريرة، يغور فريرة، ده راجل مجنون. مشينا فريرة، جبنا اسامه نبيه. اول ماتش اللي هو كسبه اسامه نبيه فيوتشر، عملتوا ايه؟ خلاص وانتوا ورجعوا لنا فريرة. لا حرام. احنا بنتكلم على الزرع والحصاد يا بيه حرام. هو انا بقالي سنه. انت مش فاهم حاجه. انت محامي. والله محامي. طب انا بقى ماشي. انا بقالي دلوقتي سنه، خدت دوري وكاس، مالكش كلام عندي. يلا صح. خالص ما اسمعكش. انت كنت اسمع بس. وانت عايز تتخانق معايا يا ابني؟ مش بتخانق يا معلم. انا بسالك سؤال. ممدوح عباس لان دي بتاعك. لا يا مصطفى. لا النادي بتاعك. لا لما اعرف انك انت جمهور حقيقي. لا انا جمهور حقيقي. انا اجيب لحضرتك صور. انت عايز تعمل ترند دي يعني؟ عايز ترند. لا بص يا ابني، انت زملكاوي بقالك كام سنه؟ انا بقالي 39 سنه. تمام. ممدوح عباس لما لا مؤاخذه 10 سنين عملت ايه؟ ولا نطقت. يلا سلام عليكم. برضه جاي اللي واخد 14. اسمع بقى. اتفضل يا معلم. اللي واخد 14 بطوله في 4 سنين جاي تتكلم معاك. كلنا ندهنا باسمك يا معلم. مش عايز تقول لي اسمك يا باع. انا باسمك ووقفنا ضد الجول عشان خاطر يا ابني. انا مش مدير فني للكوره، افهم بقى. انت شايف الكلام اللي حضرتك بيقوله غير ده كلام واحد جمهور. بص يا بيه ده عيل مزقوق. شكرا. يلا برضه انت مش جمهور طبعا. انا مش جمهور. لا مش جمهور والله يا معلم. ثانيه واحده. محدش يجي ناحيتك. انت مش جمهور. انت لو جمهور محترم. تمام. لما واحد بقاله سنه يجيب دوري وكاس وندهنا باسمك يا معلم مستشار، وكنا درع وسفل معاليك. يا عم مش عايز درع وسفل يا عم. اقول لك حاجه، انت جاي النهارده المحكمه ليه؟ عشان عندي جلسه. يعني مش جاي عشان قضيه النادي. مع السلامه. لما اتحجزت اتعمل على النادي ما جيتش ليه؟ عشان انت مالكش علاقه بالزمالك. يلا بينا يا جماعه. اتفضل يا مستشار. بس جعجعه. كمل يا معلم. احنا لسه مكملين. انا بخاطب. سيبه بالراحه. احنا مش بنتخانق يا كابتن. انا بسالك سؤال. الكاميرات كلها بتصور. بسالك سؤال يا بس خلاص. اتفضل يا معلم مستشار. انا بسالك سؤال. انت جاي المحكمه ليه؟ عشان شغل. يبقى مش عشان النادي. لا ما هو انا لا اله الا الله. انا بسافر. انا سافرت ورا النادي للجونه يا معلم. يا باشا انا مالي ومال الجونه. سافر معاليك وفرتها لنا. طب الحمد لله. تمام. فاحنا بنساحنا مع معاليك. انت هتموت تعمل ترند. فين الترند؟ انا بتكلم عليك. انا مش واخد الفرصه اتكلم يا معلم. سيبه يتكلم. طيب سيبه يتكلم.
ليه يا ابني؟ انا بقى عايز اسالك سؤال ومش عارف اساله. لا بس حضرتك من اهو. طب انا يا ابني انا مش كده ما مدير اتكلمتش. فني. يبقى انا بعيدا عن الاداره الفنيه اتفضل. من اختصاص معاليك اتفضل. من 3 اسمع يا معلم حضرتك قلت ان معاليك زرعت وغيرك حصد. ماشي. النهارده لا في زرعه ولا في حصاد. يا ابني بطوله الدوري والكاس اللي خدناهم مين اللي خدهم؟ ده السنه اللي فاتت يا ابني السنه احنا دي. بنتكلم في افريقيا اللي غايبه عننا، بنتذل من الاهلاويه بالك- بقالنا 20 بالك سنه. كام معلم، سنة؟ 20 سنه. انا لسه يا ابني، ما هو انا 2005 اتحليت، 2020 اتحليت، انت جاي ده كل يا ابني بقعد سنتين ثلاثه بتحل. وبنقف في ظهر معاليك لما بنلاقي الحل جاي ضد النادي. يا عم صح؟ انت نفسك تبقى ترند. انا عمري ما عايز اكون ترند على حساب النادي، اولع انا واولع اي حد من جمهور انت الزمالك. سؤال ثاني قدام الناس، انت جاي المحكمه ليه؟ شغله شغلك. لا اله الا الله، جاي شغل. حضرت معانا القضيه؟ لا، ما حضرتش. ما سمعتش، خلاص يلا. كده يعتبر انت حضرتك ما تحسبوش ضمن هو نفسه هيموت جعجعه. عيل مسؤول، انت عيل مسؤول، خلاص لا 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 مش خلاص. لا محدش يجي ناحيتك. بقول لك ايه بقول لك ايه؟ عايز كده. انا الجمهور اللي بيتحرق دمه على المستشار. انا الجمهور اللي بيتحرق دمه. طب يا معلم ولا عليك بس لا انت تمد شيلك. انا محامي قبل ما تكون جمهور. انا محامي. انت مالك؟ بلاش صعب تكلمني. عمال يصورك انت ايه ده اصلا؟ يلا من هنا يا ريس. يلا ترند. انا عمري ما هكون ترند على حساب الندم على المستشار. كفايه انك انت كنت في محكمه النهارده وما حضرتش. بقول لك ايه، طيب خلاص كده تمام. خلاص طيب خلينا نكمل مع حضرتك اي حاجه عشان الصفقات مع المستشار. سيادة المستشار كمل معانا. النادي بيحتضن. اجيب لك صفقات تاني. فرقتنا بتحتضن. فين الصفقات يا معلم؟ فين الصفقات؟ فين الصفقات؟ اللعيبه كلها ضرب. اقول لك ايه ما لعيبه تزعلش. كلها لو ضرب. قلت لك لا لعيبه كلها ضرب. لا لعيبه كلها يا ضرب. جماعه ده خلاص يا سيادة المستشار. خلاص يا ريس خلاص. والله طبعك ما كنتش تعليق حضرتك على كلامه. ده جاي يعمل ترند. انت يا ابني محمود ايه هو عايز حد؟ هو نفسه كده يا ابني، هو نفسه هو اصلا محامي يا جماعه، محامي يا ابني، هو نفسه يا محمود. هو يا احمد. يا عم احمد اوعى والنبي خلاص يا سيادة المستشار. يا معلم شهر هو ده ما يفهموش. تعليق حضرتك على كلامه. لا حضرتك ايه؟ رد عليها يا سيادة المستشار. تعليق حضرتك هموش. بيقول لك الصفقات كلها بايظه تمام. والنهارده كان في المحكمه اهو، كان عنده قضيه. حضر معانا؟ لا هو جاي شغله. جاي شغله بالظبط، واخد بالك؟ ولا جاي شغله ولا بتاع، هو جاي عشان يستفز. حضرتك هو في النهايه ما قالش حاجه مفيده. حضرتك مصر كلها شايفه الانجازات اللي عملها حضرتك انت. حضرتك مصر كلها شايفه مصر كلها شايفه الانجازات اللي انت عاملها مع نادي الزمالك. هو جاي يعمل ترند. هو جاي هنا عشان يقول لك واحد من مناسب مش الامور. انت لو بني ادم محترم ما تكلمش رئيس النادي كده. صح. لو محترم انت جاي مسؤول، واتحداك لو عندك قضيه. هو اساسا ما حضرش الجلسه، ما حضرش. ما يعرفش ايه اللي حصل ولا يعرف ايه اللي حصل. وبعدين ايه ده عمال يشتم الصفقات والمدير الفني ومجلس الاداره. ما حدش يقول لك سيادتك فين الصفقات واحنا اساسا موجودين النهارده عشان خد الصفقات. مش كده. ايه يا سعاده المستشار، ما تتكلمش مع جمهور ليه؟ ريحتهم وحشه. في ايه؟ ده الجمهور هو الشخص الوحيد اللي مش بيستفاد من المنظومه. ما بتتكلمش مع جمهور وبتقول له انا واخد دوري وكاس، ما تتكلمش معايا. امال لو واخد كل البطولات كنت هتعمل فيه ايه؟ هتقيم عليه لحد في ايه؟ بتتكلم مع الراجل بالراحه. ده يعني كابتن بيبو في ماتش من الماتشات لما مشجع طلع يتكلم وقال لك يا بيبو مفيش صفقات والنادي ومش النادي، قالوا ان شاء الله خير. اما انت عمال توجه له اتهامات وانه مزقوق وانه مش عارف ماله وانه جاي يطلع ترند ايه؟ يعني ده الراجل لا معاه كاميرا في ايده ولا ده الراجل داخل يتكلم خليته عايز يطلع ترند. وفي حد بيطلع ترند غيرك؟ هو انت سايب مكان لاي حد يطلع ترند وعمال تقول له تشاور الكاميرا وتقول ده اللي مزقوق، ده جمهور مزقوق مش الجمهور الحقيقي. طب يعمل لك ايه علشان يبان ان هو جمهور الحقيقي؟ يعني هل في مثلا كده في البطاقه خانه جمهور حقيقي ولا جمهور مزقوق ولا متزملك؟ في ايه؟ يعني عمال تديله مش مديله فرصه حتى يتكلم. الراجل بيقول لك لا في زرعه ولا في حصاد، وفين فين اللعيبه؟ فضلت تقول له انتوا مشيتوا فيريرا ومشيتوا محمود علاء. طب بالنسبه للاخ امام عاشور مين اللي مشاه؟ وبالنسبه كمان للاخ سامسون مين اللي جابه؟ وبالنسبه للشهيد ابراهيم نضاي مين اللي جابه؟ وبالنسبه للاخ مصطفى شلبي وعقد مصطفى شلبي والفضيحه بتاعت العقد مين اللي عمل العقد؟
يعني عمال تهاجم الناس وتقول جمهور السوشيال ميديا والنوت مأجورين ودولت مش مزقوقين، ولما راجل بيتكلم معاك بكل احترام بيقول لك يعني اولع قبل ما استخدم الزمالك ترند عشان اطلع او اتكلم، عمال تقول عليه يعني ان هو راجل مزقوق عليك، وتقول روح للاخ ممدوح عباس اتكلم معاك انت وتقول انا وقفت سنه 2005 وفي 2000 وكام و20. طب وبالنسبه للسنين اللي في النص مش محسوبه من عمرهم؟ مش بقول لك انا بقالي 20 سنه بتذل من جمهور الاهلي عشان افريقيا، يقول لك انا سنه وقفت سنه 2005 ومره مش عارف 2000 وكام. طب في عمر يا باشا، في عمر، في سنين كده ضايعه في النص عملت فيها ايه ولا عملت لجمهورك ايه؟ انا مش بطلب منك غير حاجه واحده بس، ده جمهور، ده جمهور، ده الشخص الوحيد اللي بيجي على صحته وممكن كمان يحط فلوس من جيبه عشان النادي. فيعني ارحموا الناس، ارحموا الناس، دي رسالتي لسيادة المستشار رئيس نادي الزمالك. وبالنسبة للحكم بقى فلسه مفيش جديد، وانا بقول لكم هيتأيدوا. اما بقى حاجة لازم انهي بيها ومعلش استحملوني، البارح هاجمت الشناوي وفعلا كان في بعض الاخطاء، لكن عيب اللي حصل في الماتش بتاع الاهلي والهلال. يعني حلاق البهايم اللي المفروض ان هو دكتور ايه ده؟ انت حلاق بهايم، ما ترش بنج في عين محمد عبد المنعم او في وشه ليه؟ واكل ورث حضرتك هو يعني ولا في ايه؟ انت دكتور ترش بنج في وش لاعب وبتمد ايدك كمان على علي لطفي؟ يعني يا إدارة الأهلي لازم تتدخلوا، احمي لاعبتك علشان مش كل من هب ودب يغلط في حق لاعبتك، لازم نتحرك ونقدم شكوى. اما اخواتنا في السودان احنا شعب واحد، وبرد على بعض الاخطاء الفرديه برغم ان في ازاز اتحدفت وبرغم ان في بعض يعني الشماريخ اللي كانت وقت التمرين قبل الماتش بيوم، والصعوبه للنادي او الفرقه طلعت بيها من الاستاد. يعني لما بتيجوا مصر بتتشالوا فوق الراس، وفي ناس اخواتنا سودانيين واصحابنا والله العظيم لا بنسأل ده يعني منين ولا اي حاجة. والفيديو بتاع البارح لما كنت بتكلم على الماتش في كتير من اخواتنا السودانيين دخلوا علقوا على الفيديو، وبنرد على بعض وبنتكلم بكل حب. فياريت يا ريت يعني الامور تكون افضل من كده. وبشكركم لو وصلتوا معايا لنهاية الحلقة، بفكركم باللايك والشير والاشتراك في القناة علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد من برنامجكم ضرب في المليان. تحياتي لحضرتك.